جوزي خني واذاني كتير لحد ما اتطلقت، ودلوقتي عايز يرجع لي بس انا عايزه انساه. اعمل ايه؟ تعالوا نشوف. انا فريده من قناه مع فريده، وربنا يهدي سرك. خلونا متفقين ان الطلاق مش سهل، مش سهل على الزوجه ومش سهل على الزوج. اتنين اتجوزوا سنين، بينهم عشرة وبينهم حب وبينهم ولاد وبينهم فرح وبينهم حزن وبينهم عسرة، وقفوا بيها جنب بعض لحد ما عدوها. مشاعر كتير قوي، في منها الحلو وفي منها الوحش، بس الحلو زود حبنا لبعض، والوحش قوى حبنا لبعض، وحصل قرار الطلاق. هي بتقول جوزي خني كتير. عندنا نوعين من الرجالة. في نوع الخائن بطبعه، هو ربنا خلقه كده، يبقى ماشي يبص على دي ويكلم دي ويحب يبص على دي قوي ويحب يشتهي دي ويفكر في دي ويكلم دي ويشيت مع دي. هو ربنا خلقه كده. حتى لو مراته ملكة جمال، حتى لو مراته ست الستات، حتى لو مراته شايفة بيتها وجوزها وعيالها ومهتمية بيه ومهتمية بتفاصيله ومهتمية بحياته هو وعياله وبيتها، بس في طبعه الخيانة. ده مش هنتكلم عنه لانه اقل بكتير قوي ان احنا نتكلم عنه. بس خلونا في النوع التاني. النوع التاني اللي خان ممكن يكون غصب عنه. غصب عنه، في زوج بيخون غصب عنه. ما انا مش عايزه اقولك ان ساعات كتير بتبقى مراته اللي دفعته للخيانه، واتكلمنا في الموضوع ده في حلقات سابقه. جوزك اثناء الجواز لفت نظرك كام مره على اللبس اللي بتلبسيه في البيت؟ لفت نظرك كام مرة على انك المفروض تهتمي بنظافتك الشخصية وشكلك ومظهرك؟ لفت نظرك كام مرة ان البيت مش متروق وان الولاد عصبيين وبيضايقوهم في البيت؟ برضو اتكلمنا بالتفصيل في الحاجات دي في حلقة سابقة، بس انا بتكلم ان هو لفت نظرك وانت اعتبرتيه قرش براني. هيلف يلف ويرجع لك. ايه يعني البيت مش متروق؟ هينزل يقعد على القهوه شويه وهيطلع وهو برده مش متروق وهيخش ينام. ما انا تعبانه وشقيانه في طول النهار مع الولاد. ايه يعني اكلي وحش ولا العيال عصبيين وبيضايقوه؟ ما هينزل برده شويه وهيطلع هينام. البيت هو. ايه يعني شكلي وحش ولا مش مهتميه بنفسي؟ ما انا طول النهار في المطبخ بكنس وبطبخ وبمسح ومخليه بالي من المذاكره بودي التمرين هو عايز ايه تاني اكتر من كده؟ شايفه بيته وشايفه عياله وشايفه طلباته. انا ما اعرفش هي ايه طلباته اللي من وجهة نظرها، بس اوكي. لما شيطان وغلبه واضطر ان هو يبص لواحدة تانية بره فيها الحاجات اللي لفت نظرك ليها قبل كده وبيتمناها تكون موجودة في ست معاه، انت زعلتي وقلتي خني. هقولك بصراحة، انت اللي دفعتيه للخيانة. اهملتي طلباته، اهملتي امانيه فيكي، اهملتي الحاجات اللي بيدور عليها في الست اللي عايزها فيكي انت عشان انت مراته وانت حبيبته وام ولاده، بس انت اهملتيها. انت خليتيه يدور عليها بره مع واحدة تانية. فلو انت فكرتي وقعدتي مع نفسك قعدة صراحة وفكرتي ان هو فعلا ليه حق، خليكي صريحة مع نفسك. هو فعلا ليه حق ان هو يبص بره. لو انت وصلتي للقرار ده ارجعي له وسامحيه. هسامحه على الخيانة؟ سامحيه على الخيانة، بس ايه يعني؟ لوديه شوية، كرهيه في نفسه شوية، خليه كده يحفى وراكي شوية قبل ما ترجعي له. بس استني، هترجعي له بنفس لبس البيت وبنفس النعكشة وبنفس الإهمال وبنفس الإهمال فيه وفي بيته
وبالنسبه لمزاجه يبقى ما ترجعيش، لان احنا برضو هو هتلف الدايره بيه وهيبص برضو تاني بره. هو عايز يرجع لك لانك حبيبته، لانك سكنه وعشرته، لانك ام اولاده، لانك اول فرحته، لانه عايز يكمل حياته معاكي. فما تجيش تقولي بقى خلاص مادام رجع لي يبقى انا ارجع بقى واركبه وامشي كلمتي وغير عليه غير عمياء وافضل زي ما انا. يعني انا هعمل كل ده وانا زي ما انا قبل ما يطلقني، بنفس الحاجات اللي هو قال لي اعمليها وبنفس الحاجات اللي قال لي ما تعمليهاش. احنا لو جينا نطبخ طبخه وما حطيناش عليها الملح والبهارات بتاعتها هتطلع طبخه صيصه ما بتتاكلش. انما لو اهتمتي بالطبخه شويه وحطيتي الطماطم وحطيتي شويه بهارات حلوين وشويه الملح المظبوطين هتطلع الطبخه جميله وهياكلها. خليكي انتي زي الطبخه، ضيفي بهاراتك شاورك، هدومك في البيت، برفانك، ريحتك الحلوه، تنظيم بيت، هو ده البهارات. انما انتي زي ما انتي. هو بيحب طباعك وانك عناديه شويه، هو بيحب طباعك لما تشكسيه، هو بيحب طباعك لما تقفي جنبه، هو بيحب طباعك لما بتهتمي بيه. بس حطي البهارات. طيب لو هو زي ما انتي قلتي انه اذاكي كتير، اذاكي بالكلام بالشتيمه، واذاكي في الفعل بالضرب، واذاكي بالفعل برضو ان هو كان بيقلل منك قدام الناس، كان بيعاملك وحش قدام الناس، كان بيقلل منك قدام نفسك حتى. بس خليني اسألك سؤال، هو الراجل ده كان طول عمره كده؟ يعني كان طول عمره بيشتم ولسانه طويل وايده طويلة وما بيقدركيش وبيحترمك قدام الناس، ولا هو انت اتجوزتيه راجل وسيد الرجالة وبيحبك وبيحترمك وما بيشتمكيش وبيقولك يا حبيبتي ولو سمحتي وشكرا وكتر خيرك، كان راجل محترم يعني، وقبل الطلاق بفترة كده راح اتغير وبقى كده وعشان كده هو كده اذاكي؟ فلو هو طول عمره مؤدب ومحترم معاكي وعلاقته معاكي كزوج محترمة وتغير في الفترة الأخرانية اللي هي قبل ما انت تكتشفي الخيانة، عايزاكي تتأكدي من حاجتين، انك انت دفعتيه ان هو يتعامل معاكي كده. انا كمان دفعته ان هو يشتمني ويضربني ويهزقني، للأسف انت فعلا دفعتيه لكده، لان هو بيبقى من جواه اول حاجة عايز ينبهك بالطريقة الصعبة ان هو كلامه ما سمعش، ان انت لسه مهملة، اللي هو قالك اعمليه ما بتعملهوش واللي قالك ما تعملهوش بتعمليه، فبيبدأ يشتم، يبدأ يتعصب، ساعات بتوصل لحال انه يمد ايده، ممكن يهينك او يقولك ينغزك بكلمة كده قدام الناس، هو بيتها نظيف، هي بتستحمى، هي طول عمرها قاعدة كده في البيت. تنبيه بس بالطريقه الصعبه، لانك انت الطريقه السهله المحترمه المؤدبه اللي قالك لو سمحتي فيها ما سمعتيش كلامي. تاني حاجه ان هو بيحاول يعمل الاسلوب اللي مش لطيف معاكي ده لانه جواه بيبقى حاسس بتأنيب الضمير، حاسس ان هو مش عايز يعمل كده، هو مش عايز يبص بره، هو مش عايز واحده غيرك، بس انت اللي دماغك جزمه، انت اللي مش عايزه تعملي اللي هو عايزه، انت اللي مش مهتميه بطلباته وباللي بيتمناه فيكي. جواه صراع، بيبقى عايز يفش غله فيكي، بيبقى عايز يفهمك بالطريقه الصعبه، ورغم ان هي ساعات بتبقى غصب عنه، ما دام انت بتقولي ان هو كان شخص محترم، بس للاسف انت اللي مش بتفهمي. فحاول ان هو يحاول يتدفق للطريقه اللي مش لطيفه دي عشانك انت تفهمي، وعلشان خاطر تأنيب ضميره المستمر بيبقى عايز يفش فيكي. لو هو زي ما انا بقولك كده ارجعي، بس برضو للمرة التانية والتالتة والرابعة والعاشرة راجعي نفسك وكوني صريحة قدام نفسك، انا الغلطانة ولا لا.
لو انت اللي غلطانه ارجعي وصلحي من نفسك، وحافظي على جوزك وحافظي على جوازك. انما بقى لو هو اذاكي وهو طول عمره مؤذي، طول عمره سليط اللسان، بيشتم وبيهزق وعصبي، طول عمره ايده طويلة، لو عملتي اي حاجة يقوم لطشك، طول عمره مش بيقدرك وبيصغرك قدام الناس، قرايب او مش قرايب، في مكان عام، في حفلة، في فرح، في عيد ميلاد، ولا عند مامتك مثلا او عند مامته، مش بتفرق معاه، طول عمره حياته معاكي زفت، وانتي متحملة بس عشان خاطر العيال، انتي متحملة بس عشان خاطر المركب تمشي، انتي متحملة بس عشان ما تاخديش لقب مطلقة، برضو خايفة من كلام الناس او اي سبب تاني، بس متحملة. وبعد ما اتحملتي كل الطين ده وعايشة وشايفة طلباته للحد اللي انتي تقدري تتحمليه نفسيا وجسمانيا، فجأة لقيتيه خانك. يعني انا مستحملة كل ده وفي الاخر بتخني، لا وكمان عايز ترجع لي. البصة دي معناتها شتيمة يعني. تبقي ما بتفهميش، تبقي دماغك براكي، ويا ريتها براكي. عارفه انت لو دماغك براكي وشفتي حياتك ديت على شريط سينما كده وبتتفرجي عليها وقلتي الست دي عملت كذا وكذا 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 وهو قابل ده كله بالخيانه، هتقولي الست دي ما بتفهمش، المفروض تحمد ربنا ان هي اتطلقت منه، مش ان هي ترجع له. واوعي تقولي هرجع علشان العيال. الكلمه دي اساس خراب العيال، لانك لما ترجعي الراجل قليل الادب، سليط اللسان، بيضربك قدامهم، بيهينك قدامهم، وفي الاخر بيخونك، وهم هيكبروا على هذه الشاكله، تاكدي انك هتطلعي عيال زي الزفت. ما بيحترموش الست، عارفين ان الراجل يعمل اللي في دماغه، ماشيين بدماغهم، مفيش تربيه، مفيش اخلاق، مفيش مبادئ. انت يا ستي مبسوطه او هتبقي مبسوطه ان عيالك كده، بس احنا ملناش ذنب ان يطلع عيال في المجتمع بهذه الشاكله يقرفونا احنا. فحرام عليكي، يعني لو هم عيالك ما صعبوش عليكي، يصعب عليكي المجتمع والناس. يبقى نصيحتي ليكي، لو هو الراجل الاولاني محترم المؤدب اللي انت غيرتيه وخليتيه مش مؤدب، واللي انت غيرتيه وخليتيه ان هو يبص بره، بس هو حاول ان هو يرجع لك وبيفكر ان هو يبقى كويس تاني، وان انت تبقي مراته تاني وتعيشوا تاني في عشرة وحياة حلوة تاني، لازم تتغيري. بلاش القرطة، بلاش جلابية البيت اللي كلها صلصة وبصل وثوم، بلاش وانتي بتكلميه تطلعي صوت سواق الميكروباص. انزلي اشتري هدوم جديدة تليق بالبيت وتليق بوزنك الجديد وبشكلك الجديد. تعلمي ولادك ان هم يروقوا الصالة ويروقوا مكانهم. علمي ولادك يشيلوا الاكل. علمي ولادك لما بابا يبقى موجود لازم يبقى صوتنا واطي. عيدي تربية نفسك وتربية عيالك علشان تبقى الحياة حلوة. هتقولي لي معرفش، لا تتعلمي. النت ما خلاش حاجة، اليوتيوب، التيك توك، دوري على جوجل، اعملي قردة، المهم تتعلمي. اكتبي كده كيفية تكون أنثى، كيفية تكون ست الستات، كيفية ان انا اخلي جوزي ما يبصش علي، ما يبصش بره لواحدة تانية. هتلاقي 100,000 رسالة و100,000 فيديو و100,000 نصيحة. اتعلمي. طيب لو كنت في الأصل ست الستات، نضيفة في بيتك وفي نفسك، شايفة طلبات بيتك، حاطة جوزك في عينك، مهتمية بتفاصيله، مهتمية بشغله، مهتمية، ست الستات. وكتير قوي قوي قوي
في المجتمع بتاعنا كده، ست الستات في كل حاجه، شكلا ومظهرا واخلاقا وتربيه وست بيت شاطره، كل حاجه كل حاجه. بس هو خانك بقى، هو خانك لانه مثلا، هنقول اسباب انا قلتها قبل كده في حلقات تانية. ممكن انت تكون سكرك زياده. عارفين مبدأ نظريه كوبايه الشاي؟ ان انت لو حطيتي سكر بزياده اللي قدامك مش هيشربه، لان هو عايزه دلع، فهو مستواه الدلع. ما تزوديش سكرك، او ايا كان السبب اللي هو بيه بس بره، وفي الاخر تم الطلاق. انت بعد الطلاق عايزه تنسيه، قلتي لي كده انك عايزه تنسيه بعد الطلاق. انا عايزه انساه. طيب نمشيها واحده واحده. انت عايزه تنسيه، بس انت مش عندك زرار هتدوسي عليه هتنسيه. انت مش هتعملي سوفت وير هتقومي مرجعه ضبط المصنع من الاول، فهتطلعي دماغك نظيفه وقلبك نظيف وهتبداي تحطي من اول وجديد. لا لا لا، هتمر بشويه حاجات كده، يعني احاسيس ومشاعر خلال اسابيع او شهور، مش هتتخلصي منه الا ما تتخلصي من المشاعر دي. اول حاجه انك بتزعلي على نفسك، لانك بتحسي ان انت مش ست، ان انت مش ماليه عينه، ان لا شكلك ولا مظهرك ولا جسمك ولا اي حاجه فيك عاجباه، فبالتالي انت مش ست، انت مش انثى. تاني حاجه بتحسي انك انت اديتيله كتير، اديتيله من حبك ومن تقديرك ومن وقتك ومن صحتك ومن فلوسك، وهو ما قدرش، قابل ده كله بالنكران، بعدم التقدير، بالاستخفاف بيكي وباللي عملتيه. تالت حاجة انك حاسة ان ممكن محدش يحبك تاني. انت اتطلقتي، معاكي ولاد او معاكيش، بقيتي مطلقة وخدتي اللقب، قاعدة في البيت منتظرة ان حد يجي يتجوزك تاني، فممكن ما تتجوزيش تاني، او انك تعيشي وحيدة، او انك تعيشي وحيدة. الاحساس ده بيجي في دماغ اي واحدة منفصلة او مطلقة، وممكن يدمر معظم الوقت بتاعها ويدخلها في فطور اكتئاب، ويدخلها كده في البعد الأسود كده. رابع حاجة إنك بعد مرور الوقت، شهر، شهر ونص، شهرين، بتحسي بالحنين ليه ولبيتك ولأسرتكم كاملة مع بعض ملمومة، لقعدته على الأكل، لدخلته البيت، حتى لخناقاتك معاه، بتحسي بالحنين بكل حاجة تخصه. خلينا بقى نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة إنك حاسة إن أنت مش ست، وعشان كده ما كنتيش مالية عينه، عشان كده هو بص بره. حبيبتي أنت اتجوزتي، ممكن بعد كام شهر من الجواز خلفتي، وزحمة الحياة والولد الطفل الصغير وتربيته لحد ما يكبر، والطبيخ والكنيس والمذاكرة وطلبات الزوج، وانك انت تهتم بتفاصيله وتهتم بشغله فوق ده، وتهتم بلبسه، وتهتم بخناقاته في الشغل، وتهتم بخناقاته مع اهله. كل دي ضغوط ووقت ومجهود جسماني وعصبي من ناحيتك، خلى يومك مشحون، خلاكي من جواكي حاسه ان مفيش وقت. انا جيت من الشغل، دخلت رميت الشنطه على السرير ودخلت المطبخ طبخت، وبعد ما طبخت يا دوبك هو وصل حطيت الاكل، وبعد ما حطيت الاكل يا دوبك دخلت غيرت هدومي عشان تعبانه عايزه انام لي ساعه، او مش هنام ساعه هقوم اروق الشقه مطرح الولاد. صحي هو من النوم، كل ده وانت لسه بنفس الجلابيه يعني، او ممكن تكوني لسه بهدوم الشغل، او دخلتي قلعتي هدوم الشغل ولبستي اي تكنيك كلر كده وطلعتي، اي بنطلون على تيشيرت عشان تقومي تكملي واجباتك،
هو قام من النوم وانا كنت لسه مخلصه الشقه، عملت له كوبايه شاي، هو قاعد يشرب كوبايه الشاي وقاعد على الفيس، وانا دخلت اذاكر للولاد. وبعد ما دخلت ذاكرت للولاد هو كان نزل وطلع، ورحت انا ايه تعبانه طبعا، انا ما نمتش الظهر وطول النهار ماشيه عامله زي نتايه العنكبوت في البيت، فدخلت نمت بالهدوم اللي عليا، فما لحقتش اخد شاور، فما لحقتش اغير، فما لحقتش اسرح شعري، فما لحقتش احط برفان. فانا زي ما انا بنفس الهيئه بنفس الشكل. هو ما هو شايف كده غلط. انت فعلا ما كنتيش ست لو انت كنت كده، انما لو كنت ست الستات بقى وكل ده موجود وهو خانك وبص بره، ما يتزعلش عليه، لا بالعكس انت تفرحي. انت تفرحي ان ربنا كرمك، ان هو خلصك من حد مش مقدرك، مش شايفك ست، مش شايفك ست الستات. وادعي من ربنا ان ربنا يديكي حد يقدرك كست ويحطك في عينه ويحطك على دماغه. بس خلاص الطلاق حصل، واللي حصل حصل. تبصي لنفسك وتصحصحي. لو انتي اهملتي في انوثتك شويه، ارجعي استعيدي تاني انوثتك. قرري التغيير لنفسك انت. لو شفتي نفسك حلوه هتبقي حلوه في عيون اي حد. ارضي عن نفسك كست وكأنثى. رجعي صوتك الحلو الحنين الطيوب الهادي، طالعي منه الحلل والصواني والبيض المسلوق وهناكل ايه النهارده. خليكي كده ناعمه في صوتك. لو وزنك زاد شويه اعملي رجيم، انزلي جيم، بطلي اكل، وارجعي للوزن اللي انت تشوفيه في عينيكي. انا حلوه كده، انا جسمي كده حلو، مبسوطه بنفسك. لان زي ما قلت لك لو انت حلوه في عينك هتبقي حلوه في عين الكل. رجعي ستايل لبسك. كنت قبل الجواز فساتين وكعب، لو بتغيري تسريحات شعرك او محجبه بتغيري شكل التحجيبه. وبعد الجواز كان اخرك وانت رايحه النادي بنطلون جينز وتيشيرت وكوتشي، وانت خارجه معاه عبايه وشبشب زحافي. لا، رجعي ستايلك شياكتك في لبسك، وارضي عن نفسك. اهم حاجه رجعي طموحك. لو بتشتغلي اصلا انزلي خدي كورسات عشان تترقي، عشان تبقي في بوزيشن اعلى. لو ما بتشتغليش شوفي انتي شاطره في ايه. لو بتعرفي تطبخي كويس اعملي اكل بيتي وبيعيه. لو بتعرفي كروشيه وتريكو اعملي بلوفرات وفساتين وبيعيها. بصي اي حاجه بتمهري فيها اشتغليها وبيعيها ودخلي لك قرش، ما تبقيش معتمده على حد. لو انت ما بتشتغليش وما عندكيش مهارات انزلي دوري على شغل، المهم تشتغلي. اول حاجه الشغل هيخليكي عندك اعتماديه من جواكي، ان انت مش محتاجه راجل في حياتك ان انت تعتمدي عليه انه يصرف عليكي. اتجوزتي ما اتجوزتيش مش فارقه، انا اقدر اعيش واقدر اشتغل واقدر اكون نفسي واقدر اقف على رجلي وابقى ست ب 100 راجل. ولو اتجوزتي دخلك الخاص بيكي هيقويكي، مش هيخليكي مكسورة الجناح، مش هيخليكي حاسة ان انت لازم تعيشي غصب عنك علشان ما عندكيش مصدر دخل، وعلشان خاطر هتطلقي وتروحي فين. لا، تبقي مستقلة. احنا حلقتنا خلصت، بس في الحلقة بقية وهنكملها الحلقة الجاية، ومنتظراكم مع فريدة. ربنا يهدي سرك.